بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فاحنا بنذاكر المتشابهات عشان القرآن يتحسن في قلوبنا لفظه ومعنى. عايزين بدل القلوب اللي قاسية تلين، تفهم وتنفذ وتعمل. طيب احنا النهاردة وصلنا للآية رقم 7 في بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فاحنا هنا عندنا ختم على قلوبهم وفي طبع على قلوبهم. طيب ال 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 الختم على القلوب الآية ديت والطبع في سورة النحل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. بدل ما كررنا هنا على هنا كررنا أولئك ومرة واحدة على طبع وختم. ويا جماعة الفرق ما بين الطبع والختم غالبا الطبع أشد شوية من الختم، ثم قريبين من بعض قوي. الطبع ديت من الطباع، الختم ممكن يتشال طبعا سواء كان ختم ولا طبع. لو لا قدر الله اعوذ بالله ان حصل حاجه زي كده هنبقى محتاجين شغل كبير قوي عشان نفك الطبع والختم ده. وبرضو الطبع والختم ده على المزوره زي كل حاجه. اخر السوره بقى، اخر الايه: ولهم عذاب عظيم. عذاب عظيم، احنا عندنا عذاب عظيم، وعندنا واحده عذاب عظيم، وعندنا عذابا عظيما، وعندنا مهين وأليم ومقيم ومهينا. فاحنا هناخد المرة دي يمكن من أقلهم، يمكن المهين أقل حاجة والعظيم تاني حاجة، الأليم كتير قوي. فاحنا عندنا عذاب عظيم 14 ليهم كذا تقسيمة، واحنا إن شاء الله هنفردهم واحدة واحدة كده بحيث نخلي الدنيا قريبة من بعض، عشان غير عظيم ومهين يبقى في أليم. طيب احنا لهم عذاب عظيم دي 6، وفي لهم في الآخرة عذاب عظيم دي 2، وفي له بالمفرد ادي كده كلهم دولت غائب، وواحدة لكم، واربعة من غير حاجة. طيب نبتدي على طول. في البقرة الختم منع، احنا قلنا لسه هنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، دي أول ولهم. والمنع احنا بنقول هنا هو الختم منع. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى ادي ايه؟ ادي الختم منع ده في البقرة، واتنين كمان في آل عمران. اتنين في آل عمران، يعني احنا مجمعينهم ان ايه؟ ان الاختلاف كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ده الاختلاف. طب والكفر؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. مش لازم نتضايق، لأن إنهم لن يضروا الله شيئا
يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يبقى آل عمران الاثنين لهم عذاب عظيم، اللي هو الاختلاف كفر. وبرضو نخلي بالنا ان اخر واحدة اللي هي الكفر اللي هو يسارعون، احنا هيجي لنا كمان واحدة تانية يسارعون فيها عذاب عظيم. وبعد الآية دي في آيتين تانيين فيها أليم ومهين، احنا مش هنقولهم عشان احنا بنتكلم في عظيم دلوقتي. طيب الوحيدة عذابا عظيما في المصحف كله اللي هي آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب دايما الأفعال اللي رب العزة عايزنا نوقفها يعني كملاحظة، مش عايزنا نعملها، تلاقيها دايما مجزومة. يعني سبحان الله تلاقي حركة السكون كده كأنه بيقول لك اقف اسكن ما تعملش كده. سبحان الله يعني. طيب الآيتين بتوع المائدة يحاربون ويسارعون، وانا كاتب لك هنا بينهم أليم ومقيم، وديت اللي هي الاثنين ولهم في الآخرة، اتنين لهم في الآخرة في المائدة. خلي بالكم احنا خدنا بقرة 2، آل عمران 2، واحدة النساء اللي هي عذابا عظيما، وهنا ولهم في الآخرة عذاب عظيم في المائدة. النساء بتعمل مائدة 2 ولهم في الآخرة عذاب عظيم، اللي هي يحاربون ويسارعون، وبينهم أليم ومقيم، عذاب أليم وعذاب مقيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية الثانية بتاعت المائدة اللي هي يسارعون الثانية: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أعوذ بالله لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى دولت الاثنين بتوع المائدة: ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يحاربون ويسارعون. طيب الأنفال والتوبة. الأنفال سورة صغيرة فهي أقصر آية: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. احنا قابلنا بالفدية والجزية والكلام دوت، واحنا ساعة لما بنبقى ضعفة في الحرب ونكسب الكفار بيقتلوا، بعد كده بيبقى عندنا الخيارات لما بنبقى أقوياء. طيب الوحيدة بقى اللي مكسورة في التوبة، فكأنك يعني مكسورة عشان تتكسر لله عشان تتوب. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أنا حطيتهم الاثنين مع بعض على أساس إن هما ورا بعض على طول، الأنفال والتوبة. طيب في النحل فيها لكم اللي هي المخاطب، وهتلاقي كل الآية مخاطب، كلها تبقى مخاطب.
ولهم عذاب عظيم اللي هي قبل الأخير. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. الناس اللي بتستنصح بأنها تحلف للي قدامها كذب فتزل قدم بعد ثبوتها. يا حبيبي انت اللي هنقع في الحفرة، هنرجع تاني نقطة الصفر وهنروح في داهية. بلاش الحلفان عمال على بطال غلط. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ده المخاطب الأول. شوف أيمانكم بينكم، صددتم أنتم بتصدها، سواء كان على المزورة، انت هنا بنتكلم على سبيل الله، عن سبيل الله، أو في اللي أقل من كده. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ربنا يستر ما نوصلش للمرحلة دي. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وربنا يستر برضه. أنا عمال أقلب في الفيس كده هو وأنت مبسوط، وإحنا عمالين ناخد في ذنوب. فشرح بالكفر صدرا، انت ما تبقاش فاكرها على مطلق الكفر، ما هو كله بالدرجات، كله بالمزوره. احنا رب العزه بيحاسبنا مثقال الذره، فانت ما فيش اي حاجه تبقى مستساغه وهي في الشمال. فعليهم غضب من الله، اعوذ بالله، ولهم عذاب عظيم، اعوذ بالله. يبقى أيمانكم اللي هو الحلفان، وبالإيمان، وبينهم أليم. الأليم دي اللي هي الناس المؤمنين الذين لا يؤمنون بآيات الله. طيب دولت كمان اتنين في النحل، لكم ولهم. أيمانكم وبالإيمان. طيب النور بقى واخده تقريبا كل الحاجات، يعني له بالمفرد وعذاب عظيم عادية، ولهم بالجمع غائب. وكلهم كلهم بحرف الفاء اللي هو إفك يعني الكذب. أفضتم، قلت اتكلمتوا بالكذب كتير، أفضتم في الغافلات. إن الغافلات يعني اتكلمنا كتير على الغافلات بالكذب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اللي ركب دماغه والذي تولى كبره منهم، اللي ركب دماغه دوت لوحده ليه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اللوكلوك كتير، الكلام اللي ملهوش أول ولا آخر هيودينا ورا الشمس والعياذ بالله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات والمحصنين، يعني اجتمع أهل العلم إن هو الرجالة والستات، بس الستات أولى عشان هم أكثر حياء. بس هو أنت كلامك على صاحبك أو في ظهره ولا الناس وكلام زي كده، شوف لعنوا في الدنيا والآخرة. إن شاء الله نتوب، بس هو اللعنة دي محتاجة توبة مختلفة، يعني محتاجة أنت هنشتغل على نفسنا بعد الظهر وإحنا مش ناقصين. وبعدين يا ريتنا بنتكلم في ظهر بعض عشان مكسب، ده احنا بنتكلم كده بس، يعني ما فيش أي مكسب من أي نوع. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يبقى النحلة أخذت له ولهم ومن غير حاجة، وإفك وأفضتم وغافلات، إفك وأفضتم فيه على الغافلات. ماشي. آخر واحدة اللي هي الجاثية، من ورائهم جهنم.
ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. مفيش حاجة هتغني عنهم كسبوا. يعني هو عمل الاختراع الفلاني بس هو كافر، أيوة، مش كل الكلام ده مش هيفرق، لأن هو مش لله. فلهم عذاب عظيم. هي نفس الآية ديت قبلها على طول مهين وبعدها على طول رجس أليم، بس بنحضر لما نبقى نعمل الكلام ده. يبقى ملخص الكلام، احنا عندنا 14 عذاب عظيم وواحدة بس عذابا أليما، عذابا عظيما آسف. والعذاب العظيم متقسم 6 لهم وواحدة له وواحدة لكم، صح، وواحدة 2 لهم في الآخرة عذاب عظيم، وفي واحدة عذاب عظيم في التوبة، وبعد كده 3 عذاب عظيم عاديين، ومتقسمين كلهم 2 بقرة و2 آل عمران، واحدة بس نساء اللي هي العذابا عظيمة. و النساء المائدة عندنا 2 في المائدة اللي هي لهم في الآخرة عذاب عظيم، وبعد كده أنفال وتوبة أصغر واحدة، وبعد كده أصغر آية وبعدها التوبة مكسورة، والثلاثة بتوع النور وواحدة الجاسية. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.